بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايبي في مطبخ هند وإيمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكيكة الرواني. الكيكة الرواني أو كيكة البسبوسة، هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أسهل الكيكات اللي ممكن تعمليها. هنا معانا 4 حبات بيض، وممكن تخليهم 3، وممكن كمان تخليهم 2 لو الصغنية أصغر. هنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنعمل البيض في الخلاط. سواء بقى عندك مضرب كهربائي او عندك خلاط، او لو ما عندكيش اي حاجة مضرب يدوي، ولو ما عندكيش مضرب يدوي هتشتغلي بايديكي. معانا كوباية سكر، ومعانا 4 حبات بيضات، اللهم صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعانا فانيليا. والموضوع سهل جدا جدا. لو عندك دقيق سيمولينا او دقيق بسبوسة بايظ او مش حلو في البسبوسة، استعمليه في كيكة الرواني، هيبقى حلو جدا. وفي نفس الوقت تبقي استخدمتي الحاجة اللي موجودة عندك في البيت. هنضرب بقى البيض مع السكر مع الفانيليا كويس جدا، ومعلقة خل. حطيت معلقة خل، ونضربهم كويس جدا لغايه ما اللون يبقى فاتح معايا. بصي بقى البيض ابتدى يفتح معايا. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا معانا كوبايه زيت، نفس الكوبايه اللي حطيتي فيها مقدار السكر هي نفس الكوبايه اللي هحط بيها الزيت. لو انتي هتحطي في اي نوع كوبايه عندك، يبقى تستخدمي في المعيار كوبايه واحده بس. ومعانا كوبايه زبادي كبيره. الرواني بيحب الزبادي، ما بيحبش اللبن، لان دي مش كيكه عاديه. الكيكه الرواني لازم تحط لها زبادي. كوبايه زبادي من الكبيره دي. وهنضرب برضو الكلام ده كله. كيكة الرواني بتحتاج سيرب او بتحتاج عسل. فطبعا يعني انا كان عندي عسل في التلاجة كان موجود فاستخدمته. لو انتي مش عندك، يبقى عندك كوباية ونص سكر، كوباية مية، هتعملي احلى سيرب على عصرة ليمونة. اللهم صل على حضرة النبي. وهتعمليه. هنا حطيت كوباية سميد، وحطيت نص كوباية جوز هند. تقدري تستغني عن جوز الهند، ممكن تستغني عنه لو انتي مش حباه. بس كيكة الرواني لازم يتحط لها جوز هند. وكوباية دقيق واحدة، دقيق أبيض متعدد الاستخدامات، أو أي نوع دقيق انتي بتفضليه أو بتجيبيه سايب من عند عطار، بس بتكوني طبعا عارفة ان هو كويس. هندخلهم كده في طبق، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وبتسيبي السيرب يغلي على البوتاجاز، يعني بمقدار مثلا ربع ساعة. وبعد كده بتطفي عليه وبتسقي بيه الصينية. هنحط واحدة بيكنج باودر، وهننزل بقى بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط ده. ما احتجتش ولا احط دقيق، ولا احتجت احط اللهم صل على حضرة النبي، ولا مادة جافة ولا مادة سايلة. المقادير دي طلعت بالظبط على قد الصينية. طيب الصينية بتاعتك قد ايه هند؟ هتشوفيها معايا دلوقتي، لان انا بصراحة ربنا انا ما ببصش في المقياس بتاع الصواني، يعني ما بشوفش مقاساتها. هي الصينية اللي عندي انا بستخدمها، فانتي برضو نفس النظام، خلي عينيكي معيار للحاجة، هتطلع معاكي الحاجة زي الفل. هنقلب بقى كويس جدا لغاية ما القوام يبقى سايل، عامل زي الكريمة. الكريمة التقيلة شوية، مش الكريمة الخفيفة. اللهم صل على حضرتك. بصي الصينية اللي عندي ده طقم صواني 3 قطع، دي القطعة الوسطانية، او يعني الصينية اللي بتبقى في النص، يعني ولا الكبيرة ولا الصغيرة، الحتة اللي في النص. حطينا لها معلقة سمنة، دهناها كده بالفرشة بمعلقة سمنة كويس. ودي مش محتاجة تتبطن، علشان دي فيها دقيق بسبوسة. وهننزل بالخليط دوت على الصينية. وطبعا قبل ما تبتدي تكوني مشغلة الفرن بتاعك. شايفة القوام عامل ازاي؟ كانت طعمها جميلة جدا جدا، وما شاء الله الألف هنا وشفا، ما قعدتش من جمالها. هنجيب هنا المعلقة السيليكون، ننضف بيها الطبق بس. صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ودعوة دعوة حلوة من قلبك. كل اللي عنده كرب ربنا يفك كربه، واللي عنده دين ربنا يسدله دينه، واللي عنده حد مريض ربنا يشفيه. وادعي ربنا يشفي بنتي، عشان بنتي عندها دور برد جامد جدا وبتاخد جلسات. ربنا يرفع عنها وعن المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى هدخلها الفرن. طلعت معايا من الفرن، واول ما طلعت السيرب كان ساقع. هي الكاميرا ظلمها بصراحه، كانت افتح من كده. السيرب كان ساقع، والصينيه الرواني كانت سخنه.
ورحت نازله بالعسل. بصي هوريكي مقدار العسل اللي انا حطيته قد ايه. كانت جميله جدا وعسلها ما كانش كتير. خلي بالك انت حاطه سكر فما تحطيش عسل كتير. بصي حبه قد ايه اللي خدتهم، يعني مثلا قولي نص كوبايه. اللهم صل على النبي. لا قولي كوبايه بالظبط. وزعتها على الصينيه. هنا بقى كانت هديت خالص وبردت، هنبتدي نقطع بيها فيها وناكل فيها بألف هنا وشفا. طعمها وريحتها كانوا تحفه. بصي بقى ما هبطتش زي الكيكه العاديه مثلا منك ولا حاجه، لان الدقيق السمرينا مع الدقيق الابيض ما بيهبطوش، بيبقوا حلوين جدا. اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنبتدي نطلعها. كنت خايفه تتفتفت بس الحمد لله طلعتها يعني. شبكه مش عارفه شبكه ليه. لو انتي وصلتي معايا بقى لهنا ما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ هند وايمان. لو انتي مش مشتركه اشتركي وفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. هناكل بقى الحته التحفه دي. اه هنا كده اكيد هنجيب شوكه اكيد. كانت طعمها جميل جدا. حاجة سهلة وسريعة وحلوة في نفس الوقت في البيت. طبعا الشتا بيأكل، وكل سنة وانتم طيبين. لايك بقى وشير. شكرا للمتابعة حبيبتي. سلام عليكم.